كيف كتشوفوا المعاناة. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذه الحلقة لنهار اليوم. على الحوز اللي متواجدين في المهلكة المروكية ما كانش اللي يهضر عليهم من قبل الإعلام نتاع الصرف الصحي. احنا كجزائريين يغيظونا هاد الناس ونتكلموا عليهم. الحوز ضربه زلزال في 2023 أعتقد. هذاك الزلزال زاد ضربه زلزال واحد اخر في الحوز مؤخرا، لكن بدرجه اقل. سكان الحوز مازال لحد الان ساكنين تحت الخيام البلاستيكيه، يعانيوا الامرين. اذا جاء الصيف يعانيوا السخانه جهنم، واذا جات الشتاء فكذلك يعاود يعانيوا البرد القارس. باش تعرفوا إخواني الجزائريين أن منطقة الحوز وما جاورها هي باردة شتاء وحارة صيفا. تخيل الناس يسكنوا تحت الخيام البلاستيكية أكثر من سنتين. بعض المراكة من الشعب، هادو مراكة من الشعب، والأعلام نتاع الصرف الصحي يتباهاو بالسكنات اللي بناو اهل الحوز. قال لك فوالا اهل الحوز جاءهم الفرج وراهم وزعوا لهم السكنات نتاعهم وراهم ساكنين وراهم لاباس عليهم. لكن الفيضانات الاخيره كشفت كل شيء. مازال لحد الان اهل الحوز اخواني اخواتي يعانون الامرين، سواء اللي تحت البلاستيك أو اللي عندهم السكنات الجديدة. ما نطولش عليكم إخواني، نروحوا نشوفوا كيف حالة أهل الحوز بعد هذه الفيضانات الأخيرة. دونك إخواني أخواتي، كما راكم تشاهدوا في هذه الصور او هذه الصوره بالذات، لي باراك بريفابريكي ومكتوب عليها مدرسه. هذه هي المدرسه نتاع اهل الحوز. هذا الشيء يوحي ان الامور رايحه طول وما رايحينش يوجدوا حل لهاد الناس. هادو بناو لهم قال لك جابوا لهم برارك جاهزه باش يديروها مدرسة للتلاميذ، وهاد البرارك ما مجهزينش بالمكيفات. هادو هنا كوشة يقراو فيهم التلاميذ، كوشة في الصيف، وفي الشتاء حدث ولا حرج ثلاجة. نعم، نزيدو نشاهدو. شوف هنا اللقطة هذه والله فات بالخف، نعاود نولي لها. هذا هنا واش هو؟ سقاقي تاع الماء ولا واش؟ هذا واش مقلقين يديروا؟ بالك داروا واحد لي روبيني هنايا، الله اعلم، بالك دي روبيني تاع الماء، الله اعلم. والزليج هما عينهم يمشيو غير يديروا الزليج باش زعما يثبتوا بلي ان الزليج مروكي. هذا لكن هذا الزليج ما بقالوش بزاف وراح يتسجل باسم الجزائر اكيد في منظمه اليونسكو. ما كان قاعد تفرحوا. فوالا نزيدو نكملوا. هذه مفايضات مؤخرا. لا الامطار الاخيره اللي سقطت شو دارت. الحمله
كيف كتشوفوا المعاناة ها البحيرة ها البحيرة. هادو هما الناس اللي تكلم عليهم طه حسين في كتابه عذاب الدنيا قبل الآخرة. تكلم عليهم المعذبون فوق الأرض، شمال إفريقيا. هادو هما إخواني أخواتي. شوف، وهذا ما نش نتشفاو فيهم، محتوم عليهم. هذا الشيء حتم عليهم المخزن وأبواقه وعياشته. هذا هو النظام العلوي. شوف كيفاش يعامل المواطنين تاوعو. شوف، ما كانش بشر متعذب في هذه الدنيا كما البشر تاع مهلكة محسس. هادو هما المعذبون فوق الأرض. شوفوا إخوان، شوف زيد البحيرة. هذا هنا إخواني باش يكون في علمكم، هذا جناح وين الناس رحلوا، أهل الحوز، وين بناو سكنات جديدة سوا ديزون مساعدات النظام العلوي ساعدهم وبناو لهم سكنات جديدة ورحلوا لها تما في الحوز، باش تعرفوا بلي أن النظام العلوي ما قدش يرحل هؤلاء يديهم بلاصة زعما مليحة تكون قريبة لكاش مدينة ولا، خلاهم في نفس المكان، لأن هذا المكان هذا يجيوه التوريست ويبغيو يخليوهم الحالة عامرة، يجيبوا التوريست باش يضحكوا عليهم كما كانوا ساكنين في الغيران قبل بيوت التراب. شفتوا النظام العلوي إخواني اللي ما يبغيش الخير للشعب نتاعو. تو نزيدوا الوصف. شوف هنا، شوف نعاودو نردو اللقطة. هادو واش هما إخواني؟ هادو باسينات داخل هاد المنازل اللي بناوهم جدد. أولى قطرات الأمطار اللي سقطت جات لداخل البيت، القطرة تقطر، ماشي غير تقطر، تسيل. راك شوف باسينات تعمروا بالماء. أي سكن هذا تقدر تسكن فيهم؟ هذه القطرات الأولى نتاع الأمطار اللي سقطت هذه الأيام الأخيرة الماضية. أول قطرة طاحت على المنازل هذيك إلا وجات لداخل في البيت. شفتوا إخوانا الترقاع، ويبنيو الصطادات بالملايير، ما قدوش يبنيو لهم سكنات صالحة للسكن. شفتوا؟ على كل حال إخواني أخواتي، هؤلاء الناس راهم ما يتكلموش عليهم في الصحافة المروكية أبدا، يتكلموا عن الجزائر. هؤلاء المؤدبون فوق الأرض اللي متواجدين في منطقة الحوز ما كاش اللي يتكلم عليهم. حتى دوك المؤثرين سوا ديزون هذوك اللي ينشطوا في مواقع التواصل الاجتماعي يروحوا يصوروا غير الأشياء الجميلة ويتباهوا بها أمام الجزائريين. يا هل ترى هذا يفيدهم ولا يفيد هؤلاء الساكنة؟ النظام العلوي يسلف الدراهم عند لافامي ويروح يبني الصطادات بالملايير. هاد الصطادات اللي ما ينفعوش هؤلاء الساكنة، ما ينفعوش الشعب المروكي المقحوط. الشعب المروكي المقحوط يحوس ما ياكل، راه يحوس ما يشرب، يحوس وين يسكن. على الأقل تلك الأموال كنتو تبنيو بها سكنات لائقة لهؤلاء الناس، وفي منطقة لا بأس بها، في منطقة تكون عامرة، في منطقة تكون قريبة، على الأقل تكون قريبة للمدينة.
لكن النظام العلوي يتعمد باش يخلي هؤلاء الساكنة في هذه البقعة المهجورة المعزولة مخصوصة بكل شيء. ما كانش ظروف الحياة في هذه البقعة، بقعة قاسية إخواني أخواتي. النظام العلوي تعمد باش يبني لهم هذه السكنات الغير لائقة. راكم شاهدتوا أول قطرة من قطرات الأمطار الأخيرة، هذه الأولى، هذه الأمطار الأولى اللي سقطت على هذه المنازل هذه. شوف العيب اللي بان، يشرشروا يسيلوا ما يقدروش يسكنوا فيها. الخيمة كانت أحسن، الخيمة على الأقل كانت ما تقطرش عليهم. أين أنت أيها المروكي اللي تتبغل؟ أين أنت أيها المروكي اللي تصور الأبراج وتتباهى بهم؟ الأبراج تفيد هاد الناس؟ ها قول لي، أين هي الصحافة المروكية؟ ما تسلطش الأضواء على هذه وتلوم النظام العلوي، ما تلومليش الحكومة. الحكومة جزء من النظام، الحكومة هذه يعينها الملك نتاعكم، ملك مؤسس. مادام كاين نظام ملكي فالملك هو كل شيء. إذا كانت حاجة مليحة داخل هذه المهلكة فالشرف يعود إلى ملككم مؤسس، وإذا كانت حالة خايبة فهل لوموا إلى الحكومة؟ لا أيها المروكي، لازم الملك هو اللي يتلام، لأن الملك هو كل شيء. المسؤولية كل شيء على عاتقه تجاه الشعب. لكن أنا متأكد أن الملك نتاعكم غائب ولا يبالي بكم، وما غاديش يحن فيكم ولا باله بكم باللي راكم تعذبين وراه النوم تصب عليكم. أقول للشعب المروكي يا حليلك، ابتليتم بهذا النظام العلوي اللي هو ماشي من دمكم، وكان جا من دمكم يحن فيكم حتى لمضاكم ما يسرتكمش، لكن اختنا ماشي من دمكم، رايح يمضاكم ويسرتكم. إلى هنا إخواني أخواتي انتهت هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله.